على اقول لك تعملي كفته ازاي في اقل من دقيقتين. هاتي لحمه مفرومه وانتي بتقطعيها كده، قبل ما يفرمها لك قولي له هعملها كفته نسبه دهون حوالي 15%، من 15 ل 20% زي ما انت عايزه تعمليها 25% تمام. هاتي بقى ميه عاديه من الحنفيه وحطي، لسه ما قلتلكيش هتتبليها بايه، توابل كفته. تمام، جبتيها من عند اللحمه بس، مش هحط عليها اي حاجه. توابل كفته، عايزه تحطي توم بصل بودر حطي، تبليها ملح وفلفل وتوابل كفته وبس، وميه عاديه كده حوالي معلقتين، وصبعي يا ست الكل بايدك، شايفه التصبيعه الجامده دي، وحطي في الفرن. عملتي كفته في اقل من دقيقتين اتنين، طلعيها من الفرن، كلي احلى كفته جوسي وخطيره. ارجع واقول لك بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعيني. تعالي بقى نفتح كده صاحبي الكفته ونشوش جوسي ولوزي وخطيره في اقل من دقيقتين هتعمليها. لا تجيبي بقى برغل ولا تجيبي عيش ولا تجيبي حاجه، هو لحمه مفرومه، قولي له بس نسبه دهون، عايزه فيها نسبه دهون عشان هعملها كفته. شايف صبع الكفته جوسي ولوسي خطيره. حطيه بقى في حته عيش كده وكلي احلى كفته. هتعمليها في دقيقتين اتنين، جنبها شويه مكرونه، جنبها شويه رز، وكلي بألف هنا. شايفه الجمال، شايفه جوه صبع الكفته. تنفع لحمه مفرومه بلدي او مستورده، اتعامل معاها بنفس توابل الكفته، بيبقى فيها توم وبصل باودر. عايزه انت تحطي حطي. اتمنى يكون الفيديو القصير ده نال اعجاب حضراتكم. السلام عليكم.